مثل هذه المحاذير. بعض التطبيقات اليوم أصبحت خاصة الموجهة إلى المسلمين في غرب إفريقيا. أصبح القرآن، تطبيقات المصاحف الشريفة، القرآن الكريم ليس برسم المصحف، وإنما بلغاتهم ولهجاتهم المحلية. وهي دعوة خبيثة أريد لها ولها مستجيبون، فأخذوا يقرؤون القرآن بتراجم وبغير رسم المصحف. ومن هذه أيضا ما يتعلق بكتابة المصاحف على غير رسم المصاحف. هذه أيضا موجودة، قد تكون في بلداننا لوعي الناس ورفضهم لمثل هذه التطبيقات وتمييزهم لها، فإنها غير منتشرة، بل يكاد تكون غير معلومة. لكن إخواننا المسلمين في غرب إفريقيا يعانون. فلا بد من الحذر من مثل هذه التطبيقات.